أكد الهداف المصري محمد صلاح نجم ليفربول أنه لا يفكر بمستقبله ويريد الاستمتاع بالعام الأخير من عقده الحالي مع الريدز. وكتب الدولي المصري التاريخ مع ليفربول، وحجز لنفسه مكانا بين عمالقة الدوري الإنجليزي بتسجيله 213 هدفا منذ انضمامه إلى الفريق في 2017. ومع تبقي أقل من عام في عقده مع ليفربول، قال هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات إنه لا يركز على مستقبله بعد هذا الموسم. وأوضح في مقابلة مع سكاي سبورتس: قبل بداية الموسم كنت أقول لنفسي بقي لي عام واحد، دعونا نستمتع به ولا نفكر في العقد. وأكمل: لا أريد التفكير بالعام المقبل أو المستقبل، أريد فقط الاستمتاع بعامي الأخير، وبعد إذن سنرى. الأمر الأكثر أهمية أن تكون ممتنا لوجودك هنا. وارتبط اسم المصري باستمرار بانتقال إلى الدوري السعودي، علما أن ليفربول كان قد رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني، 190 مليون دولار، من نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدماته. وفي الأخير لا تنسى الاشتراك في القناة